جاكسون موليكا يطلب من مسؤول النادي الأهلي الحصول على 3 مليون دولار راتب سنوي من أجل الموافقة على الانتقال للنادي الأهلي في شهر يناير، وهذا الشرط يبعده بشكل نهائي. خرجت بعض الأخبار تؤكد على أن المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم نادي استاندرد ليج البلجيكي يرفض فكرة العودة من جديد إلى القارة الأفريقية ويهدف للتواجد في قارة أوروبا لأطول فترة ممكنة. اللاعب لديه الرغبة في استكمال مسيرته رفقة النادي البلجيكي. موليكا في الوقت الحالي إذا خرج من نادي استاندرد ليج على حسب هذه الأخبار سيخرج معارا إلى أحد أندية الدوري البلجيكي. أما مسألة العودة لأفريقيا والنادي الأهلي فهي مرفوضة بشكل نهائي. ورحيل جاكسون موليكا إلى أفريقيا لن يكون أي نادي في أفريقيا قادر على دفع راتبه الذي سيصل إلى 3 مليون دولار إذا وافق على اللعب للنادي الأهلي، وبالتالي موليكا لن يعود إلى أفريقيا.